حول ركن من أركان الإسلام الخمس، ألا وهي فريضة الصلاة، وبينا مكانة الصلاة في الإسلام. فالله عز وجل جعل من الصلاة علامة من علامات أهل التقوى، لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ونذكر بعضنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة ذلك اليوم الذي قال في شأنه الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أول شيء يحاسب عنه المرء يوم القيامة هي الصلاة، فإذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل. ونقف اليوم حول المحافظة على الصلاة، كيف أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، وكيف أمرنا الله عز وجل بأن نحافظ عليها. حينما نجد في صدر سورة المؤمنون نجد أن الله عز وجل بين لنا معنى الإقامة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا يكفي أن الإنسان يكون خاشعا في الصلاة، بل عليه أن يجمع ما بين صفة الخشوع وصفة المحافظة، لأن في نهاية صفات أهل المؤمنون في صدر سورة المؤمنون يقول الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من حافظ على الصلاة. الإنسان بقى اللي بيحافظ على الصلاة، الإنسان الذي يسمع نداء الله سبحانه وتعالى: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيستجيب إلى نداء الله عز وجل ويترك كل ما في يديه، يترك الدنيا بما فيها من شهوات وبما فيها من ملذات وبما فيها من أهواء. طاعة لمن؟ هل طاعة لعبد؟ حاشا لله، ولكن طاعة لله عز وجل، طاعة للعلي القدير، يترك كل ما في يده دون أن يكون له عذر في أي شيء. لأن رجل أعمى يسمى عبد الله بن مكتوم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إذن لي أن أصلي في بيتي. ففي بادئ الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أذن له، ولكن حينما التفت عبد الله لينصرف نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عبد الله. قال: لبيك نبي الله. قال: ألا تسمع نداء؟ ألا تسمع نداء الله عز وجل حي على الصلاة؟ ألا تسمع نداء الله حي على الفلاح؟ قال: نعم أسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب نداء الله، فملعون من سمع نداء الله ولم يجب. إذن فالإنسان يستجيب لنداء الله عز وجل حتى يكون من المحافظين على الصلاة. من حافظ على الصلاة، إيه هو الثواب الذي أعده الله عز وجل؟ الثواب الذي أعده الله العلي القدير لمن يحافظ على الصلاة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا ويقينا ونجاة يوم القيامة. طب الإنسان اللي مش بيحافظ على الصلاة، ومن لم يحافظ عليها أي على الصلاة، لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا يقينا ولا نجاة يوم القيامة. يا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة الإنسان الذي لا يحافظ عليها، فيقول: وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في نار جهنم والعياذ بالله. لماذا الإنسان الذي لا يحافظ على الصلاة يحشر مع مثل هؤلاء؟ أهل العلم قالوا أن الإنسان إما أن يكون الناهي عن صلاته هو الملك، يكون الشاغل عن صلاته هو التجارة، يكون الشاغل عن صلاته هي الوزارة. فقالوا إذا كان شاغله عن الصلاة الملك حشر مع فرعون، وإذا كان الشاغل عن الصلاة الوزارة حشر مع هامان، وإذا كان شاغله عن الصلاة هو المال حشر مع قارون، وإذا كان الشاغل عن الصلاة التجارة حشر مع أبي بن خلف في نار جهنم. فأي إنسان هذا يتحمل
أن يعذب في نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الإنسان هذا عدو لنفسه أم محب؟ يا أخ الإسلام، إذا كنت أنت محب لنفسك فلا ترضى لنفسك أن تحشر مع مثل هؤلاء، وإن كنت عدو فهذه مكانة لا يقبلها الله عز وجل إليك، ولا يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلها أي عاقل لنفسه. ولذلك كان في صدر الإسلام الأول كانوا ينظرون في المسجد، كانوا ينظرون في الذين يذهبون إلى الصلاة، ربما يتخلف إنسان واحد عن صلاة الجماعة. سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين في ذات مرة بعد أن فرغ من صلاته ينظر خلفه فيتفقد الناس، ينظر كده حول الناس مين إيجا مين مجاش، فيجد أن رجل واحد قد تخلف عن صلاة الجماعة، فسأل عن أين فلان؟ فقالوا له يا أمير المؤمنين إنه مريض. وعند ذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذن وجب علينا أن نعوده في مرضه، نعود لأن ده حق المسلم على المسلم. فذهب وطرق عليه الباب فقال من الطارق؟ فقال سيدنا عمر رضوان الله عليهم جميعا بكل أدب وبكل أخلاق تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب لم يقل أنا أمير المؤمنين ولم يقل كذا وكذا، ولكن بتواضع الإسلام وبأدب الإسلام وبأخلاقيات الإسلام قال افتح عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين. وأسرع الرجل مهرولا داخل بيته، ليه؟ عايز يفتح لأمير المؤمنين عمر. فلما فتح تعجب أمير المؤمنين وقال له يا هذا عجبت لك، ينادي عليك عمر بن الخطاب فتسرع مهرولا لفتح الباب إليه، وينادي عليك المولى سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تجب. يبقى إذن العاقل الذي يطمع في رضوان الله عز وجل ويطمع في عفو الله ويطمع في مغفرة الله سبحانه عليه أن يستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يحافظ على الصلاة، وعليه أن يكون قدوة لأهل بيته، قدوة لأبنائه، قدوة لبناته، بل قدوة للناس جميعا حينما يدعوهم إلى الصلاة. لأن الفاقد الشيء الإنسان الذي يفقد شيء لا يستطيع أن يأمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الدعوة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك فليعلم كل إنسان أن ما من فرض وما من عمل يؤديه الإنسان منا ابتغاء وجه الله عز وجل إلا ويشفع هذا العمل إليه حتى في القبر. أيوة يا أخي حتى في القبر. شوفوا تعالى، الإنسان الذي كان يحافظ على الصلاة، الإنسان اللي كان بيحافظ على الصيام، الإنسان الذي كان يحافظ على أداء الزكاة، اللي كان بيحافظ على قراءة القرآن، اللي كان بيحافظ على فعل الخيرات، حينما ينام في قبر ويأتيه الملكان السائلان فأراد الملكان أن يجلسان عند رأسه فيستشفع الصلاة، وتقول الصلاة لا تقلقاه من ناحية فكثيرا ما سجد جبينه لله سبحانه وتعالى. وكذلك الصوم يشفع لصاحبه، وكذلك الزكاة تشفع لصاحبها، قراءة القرآن تشفع لصاحبها. فعند ذلك يقول الملكان بصوت رقيق خفيف يا عبد الله قم إلى الصلاة. إذن قم إلى السؤال، أقصد قم إلى السؤال، يسأل عن ربه عن دينه، يسأل عن الرجل الذي بعث فيهم. ولذلك الإنسان الذي يكون محافظا على الصلاة ويقبر في قبره هو لا يعلم، لأن النوم هو الموتة الصغرى. حينما يموت الإنسان ويكون في القبر ويأتيه الملكان يظن الإنسان هذا أنه ما زال في دار الدنيا، حينما يأتيه الملكان عشان يسألوه فيقوم كده بأمر الله سبحانه وتعالى فيظن أنه لسه في الدنيا، فيقول لمن أمامه دعوني أصلي صلاة العصر، لأنه بيلاقي نفسه عند الغروب كده الجو مظلم، دعوني أصلي العصر. فيقول له الملكان يا عبد الله عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة، فنم في روضة من رياض الجنة. فأي مكانة أعظم من هذه المكانة التي ينالها الإنسان الذي يحافظ على الصلاة؟ أي مكانة التي ينالها هذا الإنسان الذي يخشع في صلاته؟ فعلينا إذا كنا نطمع في عفو الله عز وجل ونطمع في رضوان الله سبحانه ونطمع
نجتمع في جنة أعدها الله لعباده المتقين. علينا أن نخشع في صلاتنا، ليس هذا فحسب، ولكن مع الخشوع يتطلب المحافظة على الصلاة. نحافظ ونخشع حتى ننال الأجر الكامل من قبل الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم، وندعو الله أن يتقبل منا خالص الأعمال، وأن يرفع عنا وعن العباد وعن البلاد الوباء والبلاء، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.